بالحلقة الماضية حكينا عن البنات وفي منهم انزعج، ولهيك بهالحلقة رح نبرد لكم نحكي عن الشباب، مع انه يعني نحن ما في احسن منا، بس جمعنا لنا كم شغله هيك كيف ما كان. احيانا الشاب كثير بيعيش فراغ، بس يشوف بنت بيصير يعبر كانه بيعرفها من 10 سنين، لا شو تفنن بتوصيفها. الله يعرف شريك لك شو بدي احكي لك ادب، اخلاق، قمه بالرقي، مثقفه، بتشل نهائيا بتشل لبعدني انا. شو شريك شو حكيتوا شو عملتوا؟ وين شفتها؟ والله كنا قاعدين بالمقصى، راحت لعند هذا الكاشي المحاسب تشتري منه بيبسي، راحت لعنده انه بعد اذنك بيبسي، قال لها ب 50 ليره، اعطته له 50 ليره بكل رقه، يسعد لي الله على هيك بحنيه اول مره بشوف واحد بيتغزل بوحده عم تعطي 50 ليره، عندكم بالحاره شلون بتعطوا ال 50 ليره هيك بوجهه شلون يعني 50 ليره يا زلمه. وبعدين ناول البيبسي مسكته، اقول لك ملاكو مسك بيبسي بشري، ملاكو مسك بيبسي. هذا البيبسي هات ما انا بعرف هيك تمسك بيبسي، يعني ملاكو مسك بيبسي وشوي تاني اجنحه وهذه هون وكذا. خلاص باخذها ملينا منها. مسك مثقفه مثقفة روحي لعن شيلونا من مرحلة الإعجاب، لأنه ما شاء الله عنا الشباب أي بنت بتعجبني. راح أحكي عن مرحلة التظبيط، بيكون واقف هو رفقاته وعم ياها وضحك، بس يشوف خياله يشم ريحته بيقول له لرفقاته وزنوا شباب، وما بتوقف على التوزين، لا بيعمل حاله ملك الشله، والشله على هبلتها تمشي معه بالقصه. ابو حميد قل له لاعلان ماني فاضي باليوم. غير التوزين في عندك هذا اللي بيعمل لك حاله فري واوبن مايند كثير، على اساس شو مشان يجذبها، انه شو يابا قلب مغناطيسي هو وبيكون واحد بده مفتاح رنش، باكد لك بده مفتاح رنش ليصير منفتح. لسه مين الابيض والاجلى ما بعرف شو بدي اسميه، هذا اللي بكب مصاري هيك يمين شمال بس مشان يعجبها ويلفت لها انتباهها. في مرحله اسمها مرحله التعارف، بهالمرحله هي لازم تتعرف على البنت مشان تعرفها اكثر قبل ما ترتبط فيها. يمكن ما حبيتها للبنت، يعني في شغلات كثير بدها تكشف لك بهالمرحله هي. الشاب عندنا من كثر ما مستعجل يفوت بالعلاقه، اول بيشوف واحده ثاني يوم بحبك، حبايب صار معلم، حبايب حبوا بعض خلصنا. بتلاقي انه الشغلات اللي كان بيقول انه هو بيموت فيها صار هي الشغلات اللي بيكرهها. والله يا بشريك لك شو بدي احكي لك انا، بتجنن يا زلمه. شو بدي اقول لك، شخصيه لك، ضحكتها لك، اهتمامها الزايد، بكل شيء بتحسسك انك بتجنن. شغله يا زلمه والله العظيم شو بدي احكي لك انا يا زلمه، عقدتني بالقلوب، ما عارف شو بدي اخلص منها. هي وضحكتها مثل المعزه وشخصيتها المقتة واهتمامها الزايد خانقتني لعن بدي اتركها واخلص منها. بتكون دلوعه بالاول، بعدين بتصير مايعه ومولدنه، لك ما انت حبيت هذا الدلع، فهم حالك يا ابني قبل ما ترتبط. وفي شباب مستعدين يدمروا حالهم تدمير، مستعد هذا الشاب ينسف شخصيته نسف، يعيد بناء وتكوين شخصيته بحيث انه ترضى عليه ست الحسن. تسمع ميدان؟ نسمع ميدان وما ورانا شيء. وبلا عبد الحليم حافظ ان شاء الله ينفلت، تشجع البرازيل وبلاها المانيا. بعد فترة من العلاقة بيرجع الشخص اللي كان بينتقل من حقوق المرأة والمساواة هي بنت شو فهمها، ليك أخي طلعت نزلت بتضلها مرة، بيصير هو اللي بيفهم، بده يمشي رأيه ما بده يسمع. لا ترى من ناحية عقل متفتح يعني حجرة تفتح لك هالراس. والله لو كنت من الأول هيك يعني ما بحكي شيء، بس ليش ركزت؟ وشو مشان تقلب ولي امره فجأة للبنت، لسه ما بدي اشوفك ماشية مع فلان وشيلي فلان من على الفيس، هدول رفقاتك البنات ما حبيتهم، عم يلعبوا لك بعقلك، وليش ما قلتي لي صباح الخير اول ما فقتي، وليش ما قلتي لي بعد شوي بدك تنامي. هدي شوي طول بالك. بدك نصيحتي، بدك شيء تتحكم فيه هيك على المضبوط، حب لك بلاي ستيشن والله العظيم، ليك تتحكم فيها عارية احسن. واذا ما في شيء على بالك تلعبوا في عندك لعبة جاد اوف وور هاي سكر. الغيرة في لها نوعين، ونوعين انا ما بحبهم نهائيا. الاول مقبول يحتمل ما له مؤذي، بيكون بداعي الاهتمام فقط لا غير، خليها على جنب. والنوع الثاني بيكون هستيري جنوني وما له طعمه نهائيا، ما بيعبر عن اي شيء نهائيا غير عن عدم ثقتك بحالك وفيها وبحالك اكثر. لانه لو انت واثق بحالك وواثق انه انت معبي عينك وانه هي شايفتك فوق الشباب كلهم، ما رح تغار. فكر فيها شوي بس. واحلى شكل للغيره الشاب الوحش حمش ابضاي، هذا الشاب اللي بيكون ماشي مع البنت الصاحبه بين قوسين الحبيبه اول مره، بده يمر يطحبش الكل. الزلمه اللي يطلع عليها ينزل المزاوره بهالبشر خلاص بده يطبع العالم كله. بيمشي بالشارع مرته بنفس الشارع او حبيبته بنفس الشارع، بده يروح يضرب اي واحد بنفس الشارع حتى لو ما بيطلع عليه. ليش ماشي بدي يضربك تعال. وهل الاحيان بينقي ولد صف سابع يتزلمن عليه. قبضاي وحش حمش لك هيك الزلمه يا بلا زين الشباب
احلى سكر والله. بعد ما تكون البنت عايشة اضطهادها من اهلها، من ابوها، من اخوها، وكله عم يمشي رايه عليها، بيجي الشاب بيتوقع انه اذا قال لها اعملي هيك وغيري هيك وما عجبني هذا الشيء انه هي رح تتغير. ليك يا استاذ انت عم تتعامل مع شخص مثلك مثله، لو كانت بنت مثلك مثلها تماما، لتقنعها برايك بدك تاخذ وتعطي وتورجيها وين الصح وين الغلط، وبجوز تكون انت الغلطان مو هي. وفي شيء بيجرط يدرك عن جد شاب بعد ما يحب وهيك يفوت بعلاقه ببلش يسمع موسيقى مكسيكيه. ليش لا تسمع موسيقى مكسيكيه؟ لا طول بالك. شو موسيقى مكسيكيه؟ شو؟ هي موسيقى مكسيكيه نادر موسيقى مكسيكيه حبيبي هي شيء ثاني. شيء ثاني ما له علاقه بكلها. لك انا ايش بدي احكي هون؟ الموسيقى الشارع مكسيكية. في عنا الشخص القوي اللي فاتح قلبه اوتيل 5 نجوم، ما بكفي علاقه وحده، بده يعني بنفس الوقت اذا كانوا 4 5 6 بعض الاحيان ما عندي مشكله ابدا. بس تصدق بحييه من كل قلبي وحييه كيف متحمل. هلا بنجي للفقره المفضله لدي وهي نصائح الشباب الحلوه كثير وبيتفضحوا على بعض. نصيحه رقم 1 اشترك بذوق عليها بتلزم. ليك صديقي نصيحة مني إلك، البنت كل ما طنشتها كل ما حبتك أكثر، هيك هن الخيو هيك تركيبتهم، يعني كل ما طنشتهم وزبلتهم كل ما حبوك أكثر وإجوا لعندك أكثر. والله بعرف انا ما عندي نصيحه ممكن تفيد غير نصيحه واحده لوجه الله، بس تعجبك بنت شيل حالك وروح احكي معها. ليه؟ صدقني بأسوأ الاحوال راح تقول لك لا ولا بتعرفها ولا بتعرفها، خلاص خالصين. لا تخلي اصدقائك يضحكوا عليك ويقولوا لك حمار. بالاخير في رساله صغيره بس، انه الطرف الثاني اللي نحن نتعامل معه هو انثى. الانثى هي غير الذكر. هلا بالنسبه للبنات انا ما بعرف، ايام بحسهم جايين من الفضاء ما مشكله، بس بالنسبه للشباب مشكله الشباب دائما مع البنات انه عندهم نظره فوقيه للبنت، دائما بيطلعوا انه البنت ناقصه وما لها بمستواها العقلي اللي تقدر تفكر. لذلك بتمنى ان تتعاملوا معه كانسان، كشخص فيه له حقوق مثلك مثله ومفكر وعنده مخ بيقدر يناقش معك واحيانا بيغلبك كمان. وبالنسبه للي صارعونا بانه عم نقلد كثير من الشخصيات خصوصا اللي انتو كوميدي، حاب ابسطك صديقي، اليوم رح نقلدهم انبسط. احلى زلمه. بنقدم لكم صديقنا امل، بتمنى يعجبكم وبتمنى تكونوا حبيتوا الحلقه. لا تنسونا اللايك والسبسكرايب وبتشوفوا الحلقه الماضيه. Thank you.